الغنم كتذبح بواحد الشكل جنوني، بواحد الشكل غير مقبول، لان الغنم ما جاتناش عن وفره، الغنم ما جاتناش عن كثره في العرض، الغنم جات بهذا الحدث ديال الالغاء نظرا لغلاء الاسعار ديال الغنم وقله التساقطات والقله في اعداد القطيع المحلي. اخواني الكرام، فهذا الشيء علاش ملي جات هذه المناسبه وتوفر لنا واحد العدد ديال الرؤوس اللي نقدروا نذبحوهم وناكلوهم، خاص على الاقل نراعيو ان الغنم ماشي كثيره بزاف. هذاك الشيء اللي غنذبحو انا في شهرين راه خاصني نذبحو في 7 اشهر، خاصو يدوز لك العام اصلا، او خاص يدوز العام. علاش؟ لان كما قلنا راه ماشي كاينه الوفره فيه، راه غير واحد الحدث اللي عطانا هذا العدد الرؤوس خاصنا نتماشاو معاهم. ماشي على سبيل المثال تنوض الجنويه او تجار الجنويه يجريو جري الوحوش. واش قزار كان كيذبح خروف في النهار يولي يذبح 20؟ راه ما يمكنش. كاين ما كيعلقوش كاع على نظر، كاين ما كيعلقوش، راه ما يمكنش. كنتي كتذبح خروف ذبح 2 3 4، ما تذبحش في مثال 20 40. والشهور اخرين شنو غنذبحوا؟ شهور اخرين اشنو غنذبحوا؟ منين غنجيبوها؟ اشنو غنلغيو ثاني؟ راه هاد البركه هي اللي كاينه. وهاد الاعداد اللي كتذبح دابا ما في صالح حتى شي واحد، ما في صالح القزار بنفسه، ماشي في الصالح ديالو. القزار كيشوف شنو غيربح غير دابا، باغي يربح اكبر ربح ممكن، كيتنافسوا مع بعضياتهم، ولكن من بعد شنو غتذبح؟ ماشي في صالح القزار، ماشي في صالح المواطن. ها انت غتاكل اللحم دابا بواحد الثمن، ومن الشهور الجايه من غيغلى اللحم ديال الحولي غتولي انت يعني واحد اخر قادي شي اللحم كياكل فيه وانت كتفرج فيه. اللهم نتماشاو مع اخواني الكرام، وماشي في صالح الكساب. الكساب خاصو يبيع شويه ويوكل شويه على الاقل باش يبيع لك دابا شويه ومن بعد يبيع لك شويه. ما كنهضروش على العيد، كنهضروا غير على الجزاري. وماشي في صالح القطيع العام. اخواني الكرام، عدد الرؤوس راه ولا في واحد الخصاص حاد، خاصنا نعرفوا نتعاملوا معاه. راه هاد الذبيحه بهاد الطريقه ما خداماش اخواني الكرام. هذا الشيء الحولي السي مصطفى اصلا باقي يتباع منه حتى العيد ديال العام الجاي، كاين اللي يبقى كسابي حتى العام الجاي. علاش غنذبحوه دابا؟ كسابي حتى العام الجاي، وكاين اللي غيبقى كسابي باش يعاوننا على العيد، وخاصو يبقى يتباع المناسبات ويتباع الذبيحه، يتباع لكل شيء، ولكن ماشي بهاد الطريقه. دابا كتنوض ناس لقات الوفره، واحد كيمشي يشري القزار 50 خروف يعطي لي ياخذ سامسيرتو، الاخر كيعلق يذبح يجري جريان. ماشي بهاد الطريقه اخواني الكرام، ما كايناش الغنم بزاف. باش ما تنوضش الناس تقول حتى حيت عندك حاول على العيد، راه ما كنهضروش على العيد، ما كنهضروش على هذا الشيء اللي عندنا حنا دابا بالمره، كنهضروا على الذبيحه واللحم. هذا الشيء اللي كيطرا دابا ماشي في صالح الذبيحه واللحم اخواني الكرام. وراه اسبانيا اللي سميتها اسبانيا، وراه كانت غتحبس التصدير ديال الغنم ديالها. علاش؟ لان اللحم فات عندها 100 درهم. ناس عندها احصاء، عندها تاطير، عندها دعم الفلاح، عندها استراتيجيه خدامه بها. واش حنا كنشوفوا كاين خصاص ماشي حاد قاتل جاتنا غير يعني هذه الفرصه ديال هذا الالغاء هي اللي وفرت للناس اللحم تاكلوا، وياكلوا في شهرين والايامات الاخرى غيبقاو يديروا. حنا قلنا قبل ان الغاء العيد كان يتقال بكري. علاش؟ لان الاحصاء راه كاين العام اللي فات، والاحصاء كاين حتى هذا العام. ماشي مشكل حتى دابا نيت هذا الغنم اللي كتذبح، علاش ما يكونش واحد الاحصاء اللي كيسيرها؟ واش انت دابا توكل الناس اللحم وشويه تولي تقول لهم غلاء الاسعار؟ منين جا غلاء الاسعار؟ راه بهذه الطريقه اللي كنمشيو بها اخواننا الكرام. غلاء الاسعار بهذه الطريقه اللي كنمشيو بها وكنتمشاو بها. والناس غتقول لك لا الاحصاء علاش انت ما قلتيش لي عندك؟ انا قلت لي عندي، ولكن انا ما غنتكلمش بالناس كامله. انا جات البيطاريه اللي كتحسن لي الغنم كل عام، اول واحد كيدير طانوق في المنطقه هو انا اخواني الكرام. كتجي عندي السيده البيطاريه ديالنا هنا كدوز طانوق عندي، عيطت لي هذا العام قالت لي السي مصطفى باغي نحسي، قلت لها مرحبا. قلبت شحال من النعجه، شحال الخروف الغليظ، شحال الخروف الصغير، لقيت الاحصاء. علاش ما غاديش ندلي بالاعداد اللي عندي؟ ما كناخذ دعم من حتى شي بلاصه. الشعير ما عمري خديت الدعم ديالو. هذيك 500 درهم اللي كتذكر دابا عمري خديتها ولا عرفتها اشنا هي كاع. عمري ما خديت حتى شي دعم اخواني الكرام. علاش ما غنقولش شحال عندي ديال الغنم؟ قلتها، ولكن انا ما غنتحملش مسؤوليه الناس اللي ما قالوش. هذيك مسؤوليه الناس اللي كانت كتحصي. راه كاين شيخ، كاين مقدم، كاين بزاف الحوايج باش نعرفوا الناس شحال عندها. هذا هو اللي كاين اخواني الكرام. فالمهم هاد الذبيحه اللي كتذبح بطريقه عشوائيه ولا مسؤوليه، ما فيها حتى شي مسؤوليه اخواني الكرام، راه كتضر بالقطيع وبالفلاح
وبالمواطن المستهلك وبالجزار وبالتجاره اللي عندها علاقه بهذه اللحوم اللي كتذبح. اخواني الكرام، تحياتي الجميع.